الفيديو بتاعنا هيبدأ بجملة: أنا لما حملت يا دكتور جالي سكر. هل دي حاجة عرضية وهتختفي ولا هفضل عايشة بيه؟ وليه أصلا حصل كده وجالي سكر برغم إن ما كنتش بعاني منه قبل كده؟ أنا دكتور أحمد بدر الدين، أخصائي النساء والتوليد والحقن المجهري وتأخر الحمل، وهجاوبك النهاردة في الفيديو ده على كل الأسئلة اللي بتدور في دماغك بخصوص سكر الحمل. في الأول خلينا بس نحط قاعدة ونكون متفقين فيها: سكر المكتسب أثناء فترة الحمل حاجة، وانك تكون مريضة بسكر وتبقي حامل دي حاجة تانية. سكر الحمل ده حالة عرضية، السيدة سليمة تماما، ما بتعانيش من مرض السكر اصلا من الاول. طريقة التشخيص عندنا مهمة، عشان كده هطول في شرحها شوية. سكر الحمل بيتشخص غالبا في الاسبوع ال 24 للاسبوع ال 28، يعني من الشهر السادس للشهر السابع، وبيتشخص بطريقتين. اول طريقة بتصومي فيها 8 ساعات، بعد كده بتاخدي 75 جرام جلوكوز في 250 مللي ميه. ايوه، ممكن نفسك تجزع وتقرفي، كل ده يحصل عادي، ونقيس بعد ساعه وساعتين ونشخص السكر لو لقينا اي رقم من الارقام دي. الصايم اكتر من 92، بعد الجلوكوز بساعه اكتر من 180، بعد الجلوكوز بساعتين اكتر من 153. الطريقه الثانيه وبصراحه دي المفضله لنا اكتر وبتنصح بيها المنظمه الامريكيه للنساء والتوليد، وبتتم فيها على مرحلتين. مش شرط المريضه تصوم، بنديها 50 جرام جلوكوز ونقيس بعد ساعه، لو طلع اكتر من 140 بننتقل للمرحله الثانيه، انما لو طلع كويس بنقف هنا. طلع اكتر من 140 بنخلي المريضه تصوم بالليل 8 ساعات، وتيجي الصبح نسحب لها عينه صايم. بعد كده ندي 100 جرام جلوكوز ونقيس بعد ساعه وساعتين وثلاثه، وبنشخص سكر الحمل لو طلع نتيجتين او اكتر مطابقين لتشخيص سكر الحمل، اللي هم الصايم اكتر من 95، بعد الجلوكوز بساعه اكتر من 180، بعد ساعتين اكتر من 155، بعد 3 ساعات اكتر من 140. طيب سؤال مهم بقى: انت ليه جالك اصلا سكر اثناء الحمل وانت مش مريضه سكر قبل كده؟ سمعت ان الحامل اللي بتصاب بسكر الحمل تبقى بسبب انها بتاكل حلويات وسكريات كتير خلال فتره الحمل. الحقيقه ان الكلام ده مش غلط، لان السمنه او الوزن الزايد من الاسباب اللي بتؤدي للاصابه بسكر الحمل، بس مش السبب الوحيد، في اسباب تانية كتير زي تكيس المبايض، او لو كنت مصابه بمرحله ما قبل السكر، او اتشخصت بنفس المرض في الحمل الاولاني بتاعك، او لو كان وزن البيبي في اول حمل اكتر من 4 كيلو، الحمل في سن متقدم. العوامل دي كلها بتزود من فرص الاصابه بسكر الحمل، واللي بيحصل بسبب تاثير هرمونات الحمل على افراز الجسم للانسولين. واحنا عاملين كل الموضوع ده ليه بقى؟ عشان نوعيكي باهميه الموضوع، لان جدول زياراتك ومتابعاتك هيختلف، وده لان حملنا هيندرج تحت مسمى حمل عالي الخطوره. بس ان شاء الله خير، ما تقلقيش. بعد ما شخصنا سكر الحمل هنعمل ايه؟ الموضوع ممكن يتظبط بان احنا ننظم اكلنا، زي ان احنا نزود الخضار والفاكهه، نقلل السكريات والنشويات، ونعمل شويه مجهود. وممكن نحتاج انسولين، وده بنرجع فيه للطبيب المعالج. ولازم نتابع وزن الطفل شهريا عشان نقدر نحدد طريقه الولاده المثلى. وناخد بالنا من نقطه معينه: ان الام لو عندها مشاكل في الاوعيه الدمويه اصلا او سكر قديم، الطفل ممكن يكون حجمه اصغر من الطبيعي. مش لازم عشان عندك سكر حمل ان هو يكون حجمه اكبر من الطبيعي. في النهايه لازم تاخدي بالك كويس وتتابع بانتظام، وتزودي عدد الزيارات والمتابعات لو اتشخصتي بسكر حمل، لان الاهمال لا قدر الله بيعرض الابن او الطفل لمخاطر كتير. لكن الام المحافظه على سكرها بتوصل ان شاء الله بنفسها وللبيبي لبر الامان.